يعطيكم العافية حبايبي الحلوين. اليوم بدنا نعمل معكرونة بالتونة، أي نوع من المعكرونة اللي بدكم إياه. وعندنا علبة تونة، وعندنا بصلة مفرومة ناعم، وعندنا 3 سنون من الثوم المهروسين، وعندنا نصف قرن فلفل حار مفروم وشبت، وعندنا البهارات أو التوابل. عندنا فلفل أسود وكمون وأوريجانو، وعندنا كزبرة وفلفل مجروش، وعندنا لا ننسى الليمونة. تعالوا نشوف معانا شو بدنا نعمل. الطريقة الأولى أنا راح أعمل لكم طريقتين. الطريقة الأولى هي سلق المعكرونة لمدة 5 دقايق أو 7 دقايق على حسب نوع المعكرونة. الحين بدي أصفيها من الماء. هون أنا صفيتها من الماء، وراح أغسلها شوي بالمية الباردة عشان تهدى شوي. وعندنا في مقلاة على النار راح أضع فيها قليل من زيت الزيتون، وراح أضع البصلة المفرومة، راح أحرك لحتى تذبل البصلة، وراح أضع عليها الثوم والفلفل الأخضر الحار، راح أحركهم مع بعض. وراح أنزل بالشبت، إذا مش متوفر الشبت ممكن تنزلوا بالكزبرة أو البقدونس. وهنا راح أنزل بالتوابل اللي حكينا عنها، الكمون والفلفل المجروش والفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح، وهنا عصرة الليمونة. وهون بكون خلصنا التتبيلة. راح نضع المعكرونة ونحرك مع بعض، وبعدين راح أنزلها على النار، وأضيف التونة المصفى من الزيت، وأحرك الجميع مع بعض، وأقدمها بصحن. صراحة كانت الطريقة كتير طيبة ولذيذة وخفيفة، والكل حبها. بتمنى إنكم تجربوا هاي الطريقة الأولى، كتير طيبة وشهية. والآن بدي نروح نعمل الطريقة الثانية. أما الطريقة الثانية، هون في مقلاة على النار راح أضع قليل من زيت الزيتون، وراح أضيف البصل المفروم ناعم، وأحرك الجميع مع بعض، ثم أضيف الثوم المهروس والفلفل الأخضر الحار. طبعا الفلفل الحار هي على حسب رغبتكم، بس زيت الزيتون يخفف حرارة الفلفل. وهون راح أضيف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، راح أحرك الجميع مع بعض، ثم أضع البهارات اللي وضعناها في الوصفة الأولى، الكمون والكزبرة. وهنا راح أضيف مكعب من مرق الدجاج ماجي، راح أحرك الجميع مع بعض مع إضافة علبة التونة، وأحركها مع بعض. راح أضيف قليل من الماء، تقريبا نص كوب من الماء مع عصرة ليمونة، ثم أضيف المعكرونة، أحرك الجميع مع بعض، رشة ملح، وآخر شي راح نضيف 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء، أو إذا ما توفرت راح نضع البقدونس. وهيك تمام. نقدمها. صراحة كانت الوصفتين أكثر من طيبة، والأولاد عندي كتير حبوهن، وعشاء خفيف ولطيف وبسرعة عمل من كيس معكرونة. تقدروا تعملوا الطريقتين. بتمنى إن الطريقة عجبتكم، وإلى لقاء في وصفة جديدة. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا لي لايك. وإلى اللقاء، مع السلامة.